السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايه رايكم بقى في الزبادي القمر دي يا بنات؟ والله يا بنات كانت طعمها جبار. ما هو سحور رمضان، ورمضان كل سنه وحضراتكم طيبين، ما يحلاش غير بالزبادي اللي من عمايل ايديكي، وخصوصا لما تبقى ناجحه 100%، وبتبقى احلى من اي زبادي ممكن تاكليها في حياتك، لانها بنظافه ايدك وبعمايل ايدك. بصوا كانت كريم يا بنات، وكانت اللي عليها الوش ما شاء الله تبارك الله. كانت وشها جميل وطعمها خطير، ما كانتش مشرشة خالص. بصوا، وكانت بتقلب حلوة. الحركة بتاعت القلبة دي تثبت لك انها قد ايه متماسكة. بصوا، وكريمي في نفس الوقت. لاخر معلقة يا بنات، لا شرشت ولا كانت طعمها فيه اللي هو المزازة. كانت خطيرة. يلا بقى عشان احنا ايه مستعجلين. بصوا يا بنات، انا هنا جبت 2 كيلو من الحليب وغليته كويس جدا. واضغطي على كلمة كويس جدا دي، تسيبيها 5 دقايق كده عشان لو اللبن فيه اي مية زيادة تخرج منها. بعد كده بتسيبيه لحد ما يبقى فاتر زي رضعة البيبي كده او دمع العين. بتحطي صباعك فيه وبتشوفي، حسيتي صباعك ان انت قادرة تستحمليه كده ويبقى زي دمع العين، تمام كده. هنجيب يا بنات، هناخد من الحليب او الكيلو او ال2 كيلو، خدي منهم كوبايتين او 3 كده. وهاتي شفشق الخلاط، ايوه شفشق الخلاط. والكل كيلو يا بنات بتاخدي كوباية من الزبادي. معلش هنستعمل زبادي لأول مرة. اي طعم زبادي حضرتك هتحطيه هو الطعم اللي هتلاقيه في الزبادي اللي انت حضرتك هتعمليها بايدك. فانا استعملت، يعني يا ريت تكون زبادي صبحه كده وبدرجه حراره الغرفه. العلبه بتبقى الصغيره يا بنات، لكل كيلو علبه صغيره او معلقتين من الزبادي. حلو. فانا استعملت ال2 كيلو العلبتين الصغيرين او علبة كبيرة او 4 معالق زبادي. ضربتهم كويس جدا في الخلاط يا بنات، ورحت حطاهم تاني على اللبن. وقلبي كويس جدا باللي هو بسباتيولا، بالمضرب اليدوي ده، بالمعلقه السلك. اضربيهم كويس، قلبيهم كويس، وحطي معاهم معلقه سكر وانتي بتضربي الزبادي في الخلاط. ايوه صدقيني ولا بتبان خالص، بس بتعادل. زي ما احنا بنحط شويه سكر كده في الصلصه دي، كمان معلقه السكر بتعادل وبتظبط الطعم جدا يا بنات. حلو. ورحت جايه شايله منهم 4 كوبايات عشان انا كنت عايزه اعمله بالفراوله. اعمله ازاي يا رودي بالفراوله؟ بجيب كيس كريم شانتيه يا بنات بطعم الفراوله. حضرتك بقى ممكن تعمليه، تضيفي كده على اللي انا قلته اي طعم، مانجا، فراوله، مش اللي حضرتك تحبيه. انا جبت كيس كريم شانتيه بطعم الفراوله. هما طلعوا معايا معلقتين وشويه، حطيتهم على كيلو من الحليب وضربتهم كويس جدا يا بنات. وبس. تصبي بقى عندي انا الكوبايات دي، تجيبيها من اي مستلزمات الحلواني او ادوات منزليه اللي هي بالغطا دي. وكان عندي حاجات فخار، عندك كوبايات عاديه، اي حاجه ممكن تحطي فيها الزبادي. وهاتي صينيه، وبتبقى الافضل الومنيوم يعني، وتحطي فيها كده البولات وتروحي صبه فيها. وبعد كده تغلي ميه يا بنات. تغلي ميه، شفتوا احنا لما بنيجي نشرب الشاي الميه مغليه اهي وبتطلع بخار، بس بحط صباعي عادي، مش يعني بيبقى سخن، بس مش اللي هو يلسع قوي يعني. بتغلي الميه وتحطيها، بس ما تعديش نص البوله او نص الكوبايه يا بنات. وبحطها وبغطيها بالاسترتش راب او اي صينيه عندك. المهم بعد ما تغطيها تلفيها كويس بالفوطه. حابه حضرتك تشغلي الفرن وتسيبيه دقيقتين كده يسخن او يدفى، وبعد كده تحطيها، تمام. انا حطيتها على الرخامه زي ما حضراتكم شفتوها، لاني كنت هستعمل الفرن فمش عايزه كل شويه افتح واقفل عليه. غطيته كويس بالاسترتش راب وجبت فوطه محترمه كده غطيته بيها. حلو خالص. وسبته على الرخامه لمده، انا عملت 3 العصر، كنت عاملاه متاخر. الساعة 12 بالظبط يا بنات كان متماسك وكان ما شاء الله عليه. حطيته ساعتين لحد السحور، كان تمام جدا، كان بالوضع اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا حتى البولة دي اتهزت مني فعملت حتة علامة بسيطة كده. بس والله يا بنات كان طعمه فعلا خطير، كنت فرحانة جدا، كنت فخورة كده لما حد ياكل الزبدية. الله يا ماما، دي أحلى من اللي بنشتريها. حضرتك ممكن تجربي في كيلو وهتدعي لي لو عملتيه بالطريقة دي. كيلو عليه علبة زبادي صغيرة أو معلقتين صغيرين ومعلقة سكر صغيرة. 2 كيلو حليب عليهم معلقتين، عليهم 4 معالق زبادي يا بنات ومعلقة سكر كبيرة. حضرتك اي طعم تحبيه زي ما حضرتك وضحنا وقلنا. وهتسيبيه، هتحطيه في البولات وتحطي عليه الميه المغليه، وهتغطيه بالاسترتش راب. ما عندكيش استرتش راب، ورق فويل، ما عندكيش صينيه من عند حضرتك، ولازم فوطه او دفايه تغطيه كويس وما تجيش جنبه لمده
من 7 قولي 8 ساعات كده، 8 ساعات ما تجيش جنبه خالص. بعد كده حضرتِك هتشيليه من المَيّة دي، وبعد كده هتحطيه في التلاجة ساعتين، 3 زي ما حضرتِك تحبي. أول ما تلاقيه تماسك كده وبقى القمر بالوضع ده، والله بقى جربوه وهتدعوا لي. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله أمارات الذي لا تضيع ودائعه. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير ورمضان مبارك.